زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله الخميرة اشتغلت، وشايفين الخمران بتاعها. ففي الوقت دوت بقى خلاص هنيجي بنص كوباية الزيت هنزودها عليها كده، ونزود عليها اللبن البودرة، ونزود عليها ال4 كوبايات ونص دقيق زي ما احنا شايفين كده، وحطيناها في العجان، سواء هنعجنها في العجان او هنعجنها على ايدينا. يعني في العجان مدة ما تقلش عن 10 دقايق. وبعد ضرب العجينة أو عجن العجينة لمدة 10 دقايق متواصلة، فدي بتكون عندنا العجينة زي ما احنا شايفين طرية عاملة زي الملبن. هنحطها بقى في البولة بتاعة العجان دي، ونغطيها ونسيبها تخمر لمدة ساعة. وممكن هنا على بال ما العجينة خمرت كنت جهزت معايا صينية مدهونة دهنة كويسة من الزبدة، ومجهزة معايا جبنة مثلثات ومقطعاها، يعني المثلث على 3، ومجهزة معايا برضو قطع من الشوكولاتة بالحليب احط فيها حتة الجبنة زي ما احنا شايفين كده، وابدأ اظبطها واقفلها كويس كده زي ما احنا شايفين كده. انا خلصت الصينيه قدامكم اهوت، وواضح ان الجزء ده اللي هو بتاع الجبنه بدا يخمر شويه، فانا هعمل له تغطيه وهغطي الجزء بتاع الشوكولاته دوت بتغطيه تانية. تمام. فيلا نعمل تغطيه الجبنه الاول. قلبناهم كويس جدا عشان نخلط المكونات ال3 مع بعض اهو. الجزء بتاع حشوه الشوكولاته انا هدهنها بس لبن بسيط كده بالفرشه. شايفين كده هي خلاص اختمرت. بقى نعمل الصوص اللي احنا هنحطه على خلية النحل، ومعلقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة المطبخ. عندي كمان 3 معالق سكر بودرة، 3 معلقة، وعندي ذرة فانيليا كمان اهو حوالي ربع معلقة صغيرة، وهحط حوالي 3 معالق لبن نخففهم بيها. ولو احتاجنا لبن تاني بعد ما نضربها هنحاول ان احنا نزود. وهنبدأ نضرب المكونات بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. طبعا اللمعة بتاعت العسل في اللي انا دهنت فيهم عسل. دلوقتي بقى هنصب الصوص على اللي هي بالقرفة، وبقى مع بعض على اللي هي فيها القرفة. بص الخطير اللي احنا عاملينه ده برضو بالجبنة، هي جميلة جدا زي ما احنا شايفين، خطير. ولو جربتوها وعجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودعوة حلوة من قلوبكم الجميلة. واشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسك وعمر.